بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم. كل سنة وانتم طيبين يا جماعة، وجمعة مباركة علينا وعليكم. الساعة دلوقتي 4 بعد العصر، لسه ما عملتش أي حاجة. روضة راحت السوق وحمدي جوزي مش هنا، فأنا هعمل محشي عشان إحنا من أول يوم رمضان لحد دلوقتي ما كلناش محشي، وهنتجنن عشان المحشي. فأنا النهاردة هعمل إيه؟ محشي. فحاطة المية تتسلق، حاطه الميه بتاعت الكرنب بتتسلق، معلش عشان الساعه 4 ومحشي يعني دبكه. وهسبك عبال ما الميه ايه، عبال لا حول ولا قوه الا بالله، عبال ما الكرنب يتسلق. تعالي هنا يا تيسير احط الطماطم بس كده عشان نغسلها ونشوف هنعمل ايه مع بعض. طماطم حلوه اهي. فين السكينه؟ السكينه الحامله. لا انا مش هعرف، انا هبقى ملخبطه. واجده واحده تسريع قبل ما اغسل الرز. يلا كده هقلب بس الكرنبايه، محتاجه انها تتقلب. وهبتدي بقى ايه، اعمل الصلصه. انتوا عارفين ان انا بعمل ايه، تسبيكه المحشي ني، مش بسبك ولا اي حاجه. معلش يا جماعه اللخبطه اللي انا فيها النهارده ديت، بس بجد احنا مزنوقين، لان احنا زنقنا نفسنا النهارده. بنعمل روتين في الشقه. دوري كده يا تيسير وريهم الشقه بتتمسح يا جماعه، فسوق. فاحنا النهارده السوق يعني سوقنا النهارده، وروتين الشقه المفروض اصلا ما كناش بنعمله يوم الجمعه، بس هي جت كده النهارده، فمعلش بقى. فانا عبال ما شطبت المطبخ وشطبت كل حاجه، وقفلهم المطبخ على المسيح. فانا هخلص هسبك وهسلق كرنب وهسيبهم يمسحوه عبال ما التسبيكه تتعمل، ونقلب الرز ونقعد نحشي على طول. فان شاء الله يعني. وانا غاسله الفراخ وعيناها برضه عشان ايه القطط وكده، فانا بحط الفراخ في الفرن. انا بتضايق بقى من ازازه الزيت اللي ما بتتفتحش على طول دي. واحد صايم مش عايز. هحط لها بقى الزيت والتوابل، وبرجع احط توابل تاني وانا بقلب الرز، وحبه فلفل اسمر حلوين كده. احط بقى عشان انا ايه، احط بقى معلقه صلصه بس عشان اللون بس، هي اخر اللي في البطرمان اهو. احط لها بقى حبه ملح. هنا بقى يا جماعه السليق شغال. هنقعد انا والبنات نحشي على طول يعني، ان شاء الله مش هنعوض. اقفلي بقى يا تيسير عبال ما اخلص سليق وكده، ونجيب بقى واحنا بنقلب الرز. تعالوا بصوا بقى الصلصه السبيكه بقت حلوه ازاي. انا نقصتها يعني، انا حسيت انها كتير فاخدت منها معلقتين عين توم. هنا لو راس توم هاخدها، لان انا هعمل يا دوب 100 يعني، يجي كيلو بتاع ده، نص كيلو رز بس، مش هكتر. في نفس الوقت انا عبال ما هي اتسبكت كنت غسلت الخضره ونقيتها وغسلتها كده كده. انا الصينيه دي اللي انا هحط فيها الرز عشان احشي في الحله دي اهي. هنا اهو شوحتها يا جماعه على الولعه. انا بحب اشوح التسبيكه بالرز عشان ما يبقاش فيها ميه وصرصر وانا قاعده. هنا حطيت الميه وهقعد انا بقى احشي، وتيسير هي اللي تكمله. بصوا يا جماعه التوم بسم الله ما شاء الله، التوم ده ب6 جنيه.
التوم ده ب6 جنيه، فاللي حابب يجيب هو حلو قوي ب6 جنيه وبالحجم ده. هما جابوا لنا دول بس النهارده، الفلوس اللي فاضت معاهم جابوا بيهم. ان شاء الله الاسبوع الجاي خلوهم يجيبوا لنا تاني، كل اسبوع نجيب كده ايه ب10 جنيه يعني، عشان ايه يبقى في وسط المصاريف وكده. السكينه مبهدلاني. هقعد بقى احشي ورحت اشوف معاكم. انا مش عارفه، انا في حاجه كده غريبه وملخبطاني. هنقل بس الرز هنا في الحله. هناك عند الستاند، مامتي الستاند اهو. صورتي ولا لسه؟ طب وترجعي تقولي لي ايه امسحي صوتي؟ مش همسح، بس انا بفكرك اهو. هقطع بقى شويه ورق واحشي معاكم شويه، وبعدين نكمل ايه تيسير تكمل معايا، لان ايه هنفطر ان شاء الله العشاء. قطع بس حبه ورق كده حلوين. عبال انا بقى عملت كل دوا يعني، عبال ما سلقت وخدعت والتيسير كانت بتيجي تصورني يعني شويه وتروح ايه سايباني بتمسح في الشقه، مسحتها وفرشتها اهي. والاوضه هنا برضو، واوضه النوم انا كنت عاملاها يعني ما كانت نظيفه. هو المطبخ بقى انا اللي وقفت فيه بصراحه، بس لسه عايز يتمسح. هتقفل معايا الكاميرا وتقوم تمسحه، ما تبرقليش هيتمسح. بس اللي عايزين نحشي ونص لسان فيا، روضه فيا تحت. طب ما احنا عايزينها عشان تيجي تحشي معانا. لو اني لا انا متغاظه منها، انا متغاظه منها قوي. اقفلي بقى، انا حشيت شويه، اقفلي بقى تعالي احشي معايا. بس يا جماعه بقى حبه الرز اللي فايضين دول طبعا ما ينفعش اعينهم في التلاجة، فانا عندي الورق الاخضر ده هحطهم فيهم وهسويهم في قلب الورق. انا كان ممكن احطهم في قرن فلفل بس مش هيستوي علشان على وش الحله وكده، فانا هحطهم كده وهلمهم بالورق الاخضر ده كده اهو. هيستووا بقمايه بس كده، ومش هينزل منهم اي حاجه. ادي حله المحشي بتاعتنا اهي. تيسير حاشيه معايا، تيسير حشواه بقى حلو عن الاول كتير. يلا بقى قومي دخليني المطبخ عشان ازود المحشي. فتحتي ايه في ايه؟ عايز شوربه؟ طب ما انا لسه ما خلصتش. مش ريحته حلوه يعني؟ معلش معلش استحملي. ايه في ايه؟ في ايه ده؟ احنا هناكل العيشه. بياخد غلوه واروح طافيه عليه، بيكمل سواه بسخونيه الحله. هو لسان عصفور كده، هياخد غلوه بس واطفي عليه. هنا انا نقلت المحشي على ايه يعني. الناس بتسيبه وتولع عليه ازاي يعني؟ بيتشرب زي الرز؟ لا ده هو ما يستويش، لو قعد للصبح ما يستويش. هو لسان عصفور عشان تاخديه بشوربه تديله غلوه وتروحي طافيه عليه. سخونيه الحله بتسيبيه 10 دقايق، سخونيه الحله بتسويه.
انا نقلت المحشي هنا يا جماعه عشان ما فيش وقت، عشان على العين العاليه بس، ولحد دلوقتي لسه ما طلعش. فاحنا ان شاء الله هنفطر العشاء. لا ان شاء الله هنفطر في ميعادنا. يلا نعمل العصير. يلا في سكر هنا ولا مفيش؟ نجيب سكر من جوه؟ فين؟ لا مش مفيش. لا فيه بس مش هيقضي والبطرمان فاضي. جابت التانك. تانك برتقال. والنبي عندي جزر ومش عارفه يعني الواحد بقى ينسى ليه موضوع الجزر ده. لا ده ابوك بيحبوا الجزر. يا سلام ابوك بيحبوا الجزر. في فرق في اللون. استني بقى اظبط لك الصينيه عشان ايه. بصي ما فكتش ازاي ولا خرج منها رز ولا اي حاجه. ندورها بقى عشان تطلع من كل جنب. تكتك كمان شويه كده واروح موطيه عليها. يلا بقى خد العصير وهاتي لي المخلل اللي في التلاجة عشان اظبط الدنيا كده. بس يا تيسير المغرب بيأذن اهو واحنا لحقنا المغرب. انا بادئه الساعه 4. انا شلت حبه الرز اللي كانوا على الجنب دول اهو. سخن سخن واقف على قدنا. اللي بيتلت ده ما بيتاكلش. تعالوا كلوا معانا. المغرب بيأذن اهو وانا بادئه الساعه 4. فالحمد لله ان احنا عملنا المحشي النهارده. وده حبه الرز اللي انا بعملهم اهو بس مفلفلين وجمال اهو. بحطهم في الورق ده كده والعصير والميه. كل سنه وانتم طيبين. ما تنسوناش في اللايك والاشتراك وتفعيل زر الجرس عشان يوصل لكم كل جديد. تعالوا افطروا معانا. كل سنه وانتم طيبين.